كلمه بتسمعها كتير بس ما قالوش عليها في التحليل. 5 حاجات لازم يكونوا موجودين في اللعيب رقم 8 ومنها هتعرف دوره في الملعب. 1. الوقفه، لو واقف غلط كل حاجه تانية ملهاش اي 3 لازمه. اللاعب رقم 8 لازم يكون واقف في مكان فاتح فيه الزاويه، مش مستخبي ورا المدافع. لازم قبل ما الكره تجيله يبص يمين وشمال يشوف مين اللي جاي عليه ومين هيلعب له، ولازم تكون وقفته ما بين المدافع وما بين الكوره، مش مدي ظهره للمدافع. عمرك شفت بيرلو واقف غلط في الملعب؟ حبايبي جينزي اللي ما يعرفوش بيرلو هو بيدري بتاع دلوقتي. 2. الحسن والحسين، قصدي اللمسه الاولى. اللمسه الاولى هي اللي بتقرر كل حاجه. لمسه وحشه تحطك تحت ضغط، لمسه صح تطلعك من الضغط. 3. الباس. اللعيب رقم 8 لازم يكون عنده على الاقل حاجتين من ال3 حاجات دول، يا باس بيكسر بيه الخطوط ويوصل اللعيب انه يجيب جون، يا باس بيكسر بيه الضغط، يا باس بيغير بيه الملعب الناحيه الثانيه، لونج بول يعني. رابع حاجه الضغط. الفرق بين اللاعب العادي واللاعب الجامد انه ما يتوترش لما بيحصل عليه ضغط، واقف على نص لفه، جسمه دايما بين المدافع والكوره، لا لازق في المدافع ولا لازق في الكوره. صعبه قوي دي يا كابتن. 5 حاجه وهي مش هتيجي في بالك، الدفاع. مش لازم يخبط ويضرب، كفايه بس انه يحاول يقرا اللعب ويسبق المهاجم بثانيه واحده. وعلى راي المثل الشعبي الشهير للاعب الاسطوره، علشان تلعب خط نص لازم تمسك العصايه من النص.